ولهذا نقول هذا قال والثاني هل تحرم الباشر الأم اللذة أو البلوات. وأما أم الزوجة فإنهم اختلفوا هل تحرم بالوط أو بالعقد على البنت فقط. واختلفوا أيضا من هذا الباب في مسألة رابعة، وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم ما يوجب النكاح الصحيح أو النكاح بشبهة. فهنا 4 مسائل سيأتي. الزنا إذا زنى الرجل والعياذ بالله، إذا زنى عياذا بالله بامرأة ثم بعد ذلك يريد أن يتزوج ببنتها، هل يجوز أو لا؟ بعض العلماء مثل الشافعي قالوا لا مانع أن يتزوج ببنتها. الحرام لا يكون سبب لتحريم الحلال، لأن الزنا نقمة والزواج نعمة، فلا تكون النقمة تقلب النعمة النقمة.